السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نشوف اسعار الخضار النهارده. طبعا في حاجات غليت وفي حاجات يعني نزلت شوية. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة كده البدنجان. انا الاسبوع اللي فات كنت جايبة البدنجان ب8 جنيه، النهارده جبته ب6. جبت هنا كيلو ونص ب10. هنا الكرنباية جبتها ب10 جنيه، الاسبوع اللي فات كنت جايباها ب12. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميلة وحلوة وصبحة. القرنبيطاية، القرنبيط طبعا غلي وبقى قليل كده في السوق، ما بقاش كتير. انا جايبه دي ب12 جنيه، الاسبوع اللي قبل اللي فات كنت جايباها ب10 جنيه، النهارده جبتها ب12. بس هي حلوه يعني سعرها كويس. لو انت عملتها على مرتين هتبقى المره ب6 جنيه. الفاصوليا كانت ب10، جبتها ب12 النهارده. اهي ب12 جنيه. الخضره زي ما هي، الربطه بجنيه، جبت هنا 3 زي ما انتم شايفين كده. الجرجير برضو الربطة بجنيه. الخيار ب10 جنيه كيلو. طبعا انا جايبة وش العداية زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه صابح وحلو. الفلفل كان الاسبوع اللي فات كان ب13، انا جبته النهاردة ب10 جنيه، يعني نزل عن المرة اللي فاتت. هنا الفلفل اللي هو الفلفل الالوان ده طبعا بيتوزن، انا بوزنه بس معرفش سعر الكيلو قد ايه. انا وزنه الاتنين دولت ب6 جنيه، الواحدة ب3. الجزر انا جبت ربع كيلو، بس طبعا ما شاء الله عليهم كلوا منه كل واحد خد واحدة كده. فما بقاش الا 2، هعملهم بقى للسلطة. طبعا الكيلو ب8 جنيه. هي المفروض السنة اللي فاتت كان الجزر ده كان الكيلو ب4 جنيه في الايام ديت مع البسلة، وكنت بجيب جزر واعمله مربى. بس هو غالي قوي الجزر السنة دي. يعني المفروض ان هو مع البسلة بيرخص، وكان بيبقى ب3 جنيه وب4. لكن يعني السنة دي ب8 جنيه. فانا جبت ربع كيلو بس ما شاء الله كلوه. هعمل بقى دول ان شاء الله للسلطة. بالنسبة للكوسة، في كوسة اللي هي انا جبت دي كيلو وربع. بس في الكوسة اللي هي الصغيرة شوية كانت ب10 جنيه، فلما لقيت دي كبيرة كده خدتها منه على 8 جنيه. الطماطم رخصت شوية، جبت دي كيلو ونص، الاسبوع اللي فات كانت كيلو وربع. وفي نزلت برضو ب6 جنيه، بس انا جبت دي جامدة كده. قلت للطبيخ وللسلطة. دي جبتها كيلو ونص. بالنسبة بقى للسمك، السمك غالي جدا 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 جدا. السمك بقى ب50 جنيه كيلو، الاسبوع اللي فات كان الراجل قال لي الاسبوع اللي فات كان ب53. انا ما جبتش بقى الاسبوع اللي فات، فجبت النهاردة. دول قطعوا 116 السمك ده. طبعا انا نقيته صغير عشان يقضي الاسرة كلها، فجبت دولت على 50 جنيه. طبعا الفراخ غليت. الكيلو عندنا، كيلو الفراخ ب48 جنيه، اللي هي البيضة. كان في امهات برضو، الامهات كان ب48. وفي الساسو كانت ب65. وفي بط كده اللي هو البط الابيض ده كان برضو ب65 جنيه. فانا جبت الفرخة ديت وجبت السمك. طبعا الخضار بتاعي ده هيقضيني الاسبوع. الفرخة طبعا هعملها مع الكرنبة، هيبقى محشي يوم محشي. السمك ده هعمله ان شاء الله النهاردة. طبعا الكوسة هعملها واقطعها وافرزها. والبسل والفاصوليا برضو هفرزها واحطها في التلاجة واطلعها خلال الاسبوع. يعني انا مش هفرز للشهر، لا انا بفرز، بجيب الخضار بتاعي في يوم كده وابدا افرزه كله في قلب التلاجة واشيل واطلع منه، بحيث ان انا ابقى مستريحة بقية الاسبوع. طبعا كان في تاني البسلة بقت ب15 جنيه عندنا. مفيش بقى خضار تاني، في بسلة وفي سبانخ، السبانخ واقفة برضو على كيلو ونص.
طبعا انا هعمل الفرخه دي في نص الاسبوع، يعني بحيث ان انا بظبط لكم الميزانيه. عندي الفاصوليا دي هعملها مع رز وشويه سلطه كده وخلاص وامشي اليوم، والكوسه برضو هعملها مع رز. فطبعا في غلاء الاسعار ده لازم تظبطي الميزانيه بتاعتك وتوفري. يعني لما تعملي رز وطبيخ من غير اي حاجه. طبعا في اخر الاسبوع ممكن اجيب نص كيلو بانيه مع السمك والفرخه وامشي طبعا الاسبوع بتاعي. يعني كل الاسبوع كده ممكن يمشي ب 350 جنيه. يعني انا جبت هنا الفرخة ب95، والهنا ب100 السمك ب116. والخضار مثلا دخل في 150 جنيه الخضار، بس يعني الخضار ما يخشش في 150 قوي يعني. ممكن 100 جنيه الخضار يبقى معايا 50 جنيه. ممكن اجيب نص كيلو بانيه. طبعا انا عندي بطاطس من الاسبوع اللي فات فما جبتش. وبألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.